بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. خوتي خياتي، مرحبا بكم في مطبخكم، مطبخ إسحاق للحلويات والطبخ. اليوم البنات جيتكم بوصفة خفيفة وظريفة غير مكلفة، بزاف بنينة. البنات راح تقطع لكم كمية لاباس بها. كروكي بذوق الشوكولا، بزاف رائع، يليق في، يعني تحضروه في هاد العطلة لأولادكم مع قهوة الصباح أو قهوة العصر. راح يجي من أروع ما يكون، يجي هشيش كما راكو تشوفوا. الطري المقادير قلت لكم يعني جد بسيطة، راح تحضروا أروع كروكي. هنا البنات فقط ديروا لي جام يصل الفيديو إلى عدد كبير من المشاهدات. لمازال ما أبوناتش القناة، نقولها حبيبتي أبوني القناة وفعلي الجرس ليصلك كل جديد. وهنا بدون إطالة البنات راح نبداو في الوصفة تاعنا تاع الكروكي. البنات هاد الكروكي فيه 3 حبات بيض فقط. راحين كما قلت لكم تتحصلوا على كمية لا بأس بها. عندي 3 حبات بيض، عندي كاس ناقص أسبوعين تاع سكر عادي، مع 2 ملاعق أكل كبار تاع كاكاو. الكاكاو البنات من الأحسن يكون بني ويكون نوعية جيدة. راح نخلط كل شيء مع بعض بالفوي فقط. بعدها نضيف شوكولا للطلي كما راكم تشوفوا. راح نضيف ملعقة تكون معمرة مليح، تقدروا تروحوا حتى ل2 مغارف كبار. هنا ايضا البنات راح نضيف 2 مغارف كبار تاع لحظة، يعني اللي عندها تضيفها واللي ما عندهاش تقدر ما تستغنى عليها، لكن راح تزيد تعزز لكم في الذوق. كيما راكو تشوفوا راح نخلط كل شيء مع بعض بالفوي فقط. بعدها نجيب كاس تاع الزيت تاعي. الكاس هنا البنات انا استعملت كاس تاع 220 مليلتر. راح نضيفه تدريجيا ونخلط بهذا الشكل، يعني ندخل غير بشوية، نروح معها غير بشوية حتى نكمل كامل كمية تاعي تاع الزيت بهذا الشكل هذا. بعدها البنات نروحوا للفارينة. هنا جبت الكاس الاول تاع الفارينة، راح نضيف له كيس تاع خميرة حلويات بيكنج باودر بوزن 10 غرامات ونخلط. هنا بعد ما دخلت الكاس الاول راح نستغنى على الفوي، راح نستعمل يدي باش نعرف القوام تاع العجينة تاعي. ضفت الكاس الثاني البنات كيما راكم تشوفوا. بعدها الكاس الثالث. هنا نلم العجينه تاعي البنات. العجينه تكون طريه، كيما نعرفوا الكاكاو ينشف العجينه، يعني روحوا مع الفارينه غير بشويه. وكل وحده والفارينه اللي تستعملها، كاين فارينه اللي تشرب وكاين فارينه اللي ما تشربش. كيما راكم تشوفوا هنا شفتها البنات ما زالت معايا ما شدتش روحها، ضفت لها نصف كاس، يعني كلش البنات درت 3 كيسان ونص تاع فارينه. هاي العجينه البنات اللي تحصلت عليها تكون طريه وفي نفس الوقت تتلاصق في اليد. شوفوا معايا. بعدها راح تنشف البنات. راح نقطع العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا الى 3 اقسام. راح نديرهم حرابش. البنات حاولوا لهنا تقطعوا العجينه تاعكم الى اقسام تكون متساويه. ندير حربوش كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا. راح نديرهم كامل بنفس الطريقه، يعني طريقه سهله وبسيطه، ونحطهم في سنيوه هكذا البنات. نزيد هكذا. بعدها نحطهم في الصينيه وراح نسويهم بالكف تاع يدي بهذه الطريقه هذه.
باش يجيني الشكل تاعهم شباب. بعدها نحطهم يطيبوا على 160 درجة. الفرن كنت سخنته من قبل، نحطهم انا يطيبوا ونولي ليكم. هنا البنات بعد ما طابوا لي، شوفوا الطياب تاعهم كيفاش، حوالي ربع ساعة راح تلقاوهم طابوا. ذوبت حوالي 200 غرام تاع شوكولا اللي طالع، عفوا شوكولا دادا، انا استعملت هنا دادا. طليت فقط بالبنسو البنات. بعدها درت كمية تاع الشوكولا في هاد القارورة اوفو. ديروا تقدروا تستعملوا اون بوش وديروا خطوط كتزيين البنات بهذا الشكل. هنا البنات هاوليك الكروكي تاعي بعد ما قطعته، جا من اروع ما يكون، مبسس ما شاء الله يعني، وخرج لي كمية لا بأس بها. بثلاث حبات بيض البنات راحين تعمروا العلبة تاعكم يعني، وتستهلكوها، تقدموها مع قهوة الصباح أو قهوة العصر أو حتى لضيافكم البنات. شوفوا كيفاش راح يجي بزاف هشيش طري، المذاق جد رائع. هنا البنات هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء وفي رعاية الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو آخر ووصفة جديدة.